وصفة معكرونة مع الدجاج. استخدمت المعكرونة الفوتوشيني، عملتها بصلصة جبن وكريمة، واستخدمت صدورة الدجاج مشوية سريعة التحضير، ما بتاخد منا وقت أو مكونات. بتقدروا تحضروها بأي صلصة بتحبوها، فيكم تضيفوا معها فطر، فيكم تضيفوا معها ذرة، الطريقة اللي انتوا بتفضلوها أو بحبوها أولادكم فيكم تحضروها. أنا استخدمت صدورة الدجاج المشوية من شركة تيب توب، هيدي صناعة أردنية، منتجاتها كتير متنوعة وكتير بتفيد كل ست بيت. صدورة الدجاج هون عندهم متبلة تتبيلة خفيفة، فيكم انتو تعملوا لها تتبيلة زيادة، وأنا بس بقطعها مشوية بالفرن يعني نص طبخ، وطريقة تحضيرها كتير سهلة وما بتاخد وقت أو مكونات. راح نجهزها بهيدي الطريقة. قطعتهم شرايح وحطيتهم عندي على جنب، وجهزنا بصل وثوم. بمقلاية حطيت ربع قالب زبدة مع عود قرفة، ودوبت الزبدة لحتى صارت عنا لونها بني. قدحت الزبدة مع عود القرفة بيعطيها طعم طيب، وضفت عليها بصل كبيرة مفرومة مربعات صغيرة، شوحتها شوي لدبلت عنا البصلة مع عود القرفة والزبدة بهيدي الطريقة. وبعدين راح نضيف عليهم الثوم، وحطينا الثوم نص معلقة طعام ثوم مهروس، ونزلت عليهم صدورة الدجاج اللي أنا قطعتها. بنضلنا نقلبهم وبسرعة بيستووا عنا. حطيت لهم معلقة صغيرة بهارات إيطالية من مجموعة بهارات ذا كيتشن أم طلال، وبنقلب صدورة الدجاج لتتحمر عنا، ما بتاخد وقت أبدا. ضفت عليها علبة جامر كبيرة من كيديدي، وعلبة كريمة سائلة، علبتين كريمة سائلة أنا ضفت عليهم، وحطيت عليهم كوبين حليب سائل يكون سخن، ونص كوب أو 3/4 الكوب من جبنة سائلة أي نوع معتمد عنكم، وبنتركهم يتسبكوا شي 5 دقايق. فيكم تحطوا فطر، فيكم تحطوا ذرة معاها زيادة إذا بتحبوا. أنا سلقت معكرونة فوتوشيني، مو شرط هيدا الشكل، أي نوع معكرونة أولادكم بحبوها أو أنتوا بتفضلوها. ضفنا عليهم 2.5 كوب من مية سلق المعكرونة، والمعكرونة أنا سلقتها 3/4 الأسوا. نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وقلبتهم كلهم سوا. بعد 5 دقايق حطيت عليهم كوب من جبنة الشيدر وكوب من جبن موزاريلا، وقلبناهم بس لذابت الأجبان، وسكبتها بصحن التقديم. أنا بحب يكون الصلصة فيها زيادة، فيكم تقدموا على الوش جبن بارميزان مبروش، هيدا بيرجع لذوقكم. جربوها، ولا أسرع ولا أطيب.